السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. الفيديو ده أنا عامله مخصوص للأستاذ أيمن معتز. تمام. أنا كنت بتكلم عن حالات اسمه لا مؤاخذة، اسمه الأستاذ محمد معتز. الأستاذ محمد معتز كان باعت لي سؤال بيقول لي: هي فيها حاجة حلوة؟ البلد دي فيها حاجة حلوة؟ طبعا أحب أقول له البلد فيها حاجة حلوة. ماشي. البلد فيها حاجة حلوة، فيها حاجات حلوة كتير، مش حاجة واحدة. أولا أنت أحلاوي. تخيل رغم من سؤالك في شيء من اليأس، لكن بالعكس هو جميل جدا على فكرة. دوت أثر يدل على طيبة قلبك. تمام. أنا عايز أقول لك، أنا في من المنافسين ليا أنا بحبهم عشان تكون عارف، وما شفتهمش عشان تبقى عارف. يعني كنت بشوفهم مثلا في ناشرين بوستات وكلام من ده، زي مثلا مين؟ أبو حبيبة ورؤى. ده منافس ليا في مجالي، لكن أنا بحبه وبحترمه. أنا أقول اسمه تاني: أبو حبيبة ورؤى. تمام. في عندك برضو واحد اسمه ايمن الرائد، ده برضو منافس ليا في مجالي وبرضو بحبه. حلو. ساعات الواحد بيحب خصومه. ليه؟ لان الخصومه بتبقى شريفه. ماشي. اما من ناحيه البلد فيها حاجه حلوه، فيها. انت برضو حلو، انت احلى ما في البلد بجد، عشان طيبه قلبك. مش هتكلم عن نفسي. ماشي. بس لو قلنا فيها حاجه حلوه، في والدتك، في والدك، في اخواتك، في صله الرحم، في انك تحاول تساعد غيرك. يعني انا هقول لك حاجه صغيره. انا عن نفسي، انا لما اجي في مجالي، انا المفروض تبقى طبيعه شغلي ان انا احجز للشخص وبس. اتعامل زي السايبر، احجز له بس. ماشي. بس انا بقوم عامل اضافه عشان اكسب بقى كمان ثواب. ربنا يديني ثواب على العميل ده، ان انا بحاول اساعده. يعني انا عميلي طالما حاجز عندي، انا بساعده مجانا يعمل ايه ويتعامل ازاي. حلو. اذا ففيها حاجه حلوه. ماشي. وبرضه فيها ناس وحشه. فيها ناس وحشه مثلا زي مين؟ عامل حاجز مع نفسه، لما اجي ما اردش عليه يشتم ويغلط. ماشي. عملت بوست مثلا على صفحتي على الفيس، فجي واحد، يعني البوست انا بقول فيه ايه: يا جماعه اللي عايز يسالني سؤال يسالني عن قناه اليوتيوب عشان ارد عليه على اليوتيوب، عشان ناس كتيره تستفيد. ماشي. البوست ده انا كنت عامله كاتبه على الفيس، قام يرد عليه يقول لي ايه: اصل الزبون عايز يعمل مش عارف متابعات لقناته، ها ها، وقعد يضحك. طب ده انا اعمل ايه؟ هل اغلط فيه؟ لا، ما غلطتش فيه. قلت له: انت اللي زيك ما استحقش يبقى موجود ولا على صفحتي على الفيس، ولا قناتي، ولا على قناتي على اليوتيوب. ببساطه كده. حلو. اللي زعلك ابعد عنه. انا عايز اقول لكم حاجه: انا لما باجي اعادي حد، مش بعاديه بقله ادب، بالعكس انا بعاديه بقمه الادب. واحلى حاجه عشان تعادي حد، يعني اقول لك ايه، وتبقى انت كبرت نفسك، ان انا ما اخشش فيه شمال ولا اشتمه. على فكره انا اكتفي بحاجه واحده: ان انا اتجنبه، ان هو حاجه بالنسبه لي اكنها مش موجوده. ماشي. لو انت مش شايف حاجه حلوه، حاول انت تدور على الحاجه الحلوه. حاول تدور على الحاجه الحلوه جواك. ماشي. على فكره الطيبه مش حاجه وحشه على فكره، بس في الزمن ده بقت حاجه مش كويسه. طب انا اعالج ده ازاي؟ انا طيب، اوكي، بس من طيبه الناس ممكن بتحاول تستعبطني. طب ايه الحل؟ هقول لك انا. الحل انك تعمل زي ما انا عملت. انا ماشي بقمه العدل، ولا بشتغل ببلاش، كويس، ولا بسرق حد. بالعكس، اللي بيجي مثلا يتعامل معايا كراجل حاجز في مكتبي، انا بقوم كده بقمه الود، وعشان اخد ثواب من ربنا بساعده يتعامل ازاي. يعني انا باخد حق الحجز، مش باخد حق الايه، حق الثواب. ولذلك مثلا لما يجي مثلا فرضا عميل حاجز مع نفسه، اولا الشخص دوت انا مش بعامله عشان تكون عارف، ولا ببلاش ولا بفلوس. ماشي. ليه مش بعامله ببلاش؟ لان هيضيع وقتي وياخد مني مجهود على الفاضي بالنسبه لي. طب الحاجه التانيه: ليه يا عم احمد ما بتعاملوش وتاخد فلوس؟ هقول لك ليه. احنا قلنا انا المساعده عندي انا بطلعها مجانا، فازاي المساعده المجانيه دي انا بيعها للناس بفلوس؟ لان حتى لو انا بعتها للناس بفلوس وسقطت، الناس هتيجي تقول عليا نصبت، يقولوا عليا انا ضحكت عليهم
وخدت فلوس بحجه ان انا اساعدهم وسقطوا. طب انا كده بشوت سمعتي، يعني يتيمة قلبي اهي هتشوت سمعتي في الاخر. طب ليه؟ ده انا ادور على سمعتي. حلو الكلام. اللي يعمل معايا خير اعمل معاه نفس الخير، عمل معايا شر مش هرد له الشر، لكن مش هعمله زي الناس اللي بتغلط دي كده. انا عايز اقول لك حاجه، انا مره واحد بيقول لي هو الحجز بكام؟ قلت له بكذا كذا كذا. قال اصل انا حجزت وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فقلت له على نظامي، قلت له انا مش بشتغل معاك ببلاش ولا هشتغل بفلوس لان انت حاجز مع نفسك. عايز اقول لك جاب سيره اهلي واهل اهلي وقمه الغلط. انا عملت حاجه حلوه قوي. اولا اي بيان ليا عندي، اي بيان ليا عنده زي مثلا الكارت او صفحه اليوتيوب، انا مسحتهم وقمت اعمل له حظر. البلد فيها حاجه حلوه على فكره، اقسم لك بالله العظيم ثلاثه، احنا كل الشعب المصري والله العظيم قمه في الطيبه، والله العظيم كلنا طيبين اقسم بالله. بس احنا فينا حته وحشه قوي. شايف اليافطه اللي ورايا دي بتقول ايه؟ عم عشم مات والمعامله خد وهات. العيب اللي فينا احنا هو العشم. العشم ده هو اللي بوظ الدنيا. اقراها كده اهي، عم عشم مات والمعامله خد وهات. ده افضل حاجه في التعامل، ونتعامل مع بعض بذمه. ماشي؟ صاحبي خدمني اخدمه، ما خدمنيش ما اذيهوش، لكن اديله على قد ما اقدر معاملته. بالمختصر المفيد، لو انت عشت اكنك واقف قدام مرايه هترتاح، لان انت لو واقف قدام المرايه وضحكت اللي في المرايه هيضحك، لو كشرت اللي في المرايه هيكشر. فانت عيش اكنك رد فعل للناس. انا عامل كده، انا عايش رد فعل للناس عشان تبقى عارف. مش عايش يعني مش عايش ان انا فاعل، لا انا رد فعلك. يعني انت عملت لي كويس، انا هعاملك كويس. عملتني وحش مش هعاملك وحش، لكن مش هعاملك اصلا. البلد فيها حاجه حلوه. لو انت متجوز صدقني فيها مراتك. ليه؟ الزوجه مهما كان هي اللي هتشيل جوزها وانت هتشيلها. وعايز اقول لك حاجه بامانه، ده مش انصاف للمراه على حساب الرجاله، لا. الست قلبها ارحم من الراجل عشان تبقى عارف. يعني ممكن راجل لو تعب الست تشيله، لكن ممكن الست لو تعبت اول حاجه الراجل بيفكر فيها هيتجوز عليها امتى. دي الحقيقه. ماشي كده؟ ففيها مراتك اراعيها، اعملها زي اختي، زي صاحبتي، زي صديقتي، زي اختي، زي امي. هتنجح، هتلاقيها رخرة طيبه. لان عشان تكون عارف الستات قلبهم طيب جدا 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 وبيحبوا بودنهم. فلو انا متجوز يعني املى كيان مراتي بالكلام وبالاحساس وبالفعل، هتعيش مرتاح، هتلاقي فيها حاجه حلوه. لو عندك ولاد ابعدهم عن التليفون شويه واقعد معاهم، هتلاقي فيها حاجه حلوه. لو عندك اخوات كلمهم، روح زورهم، هتلاقي برضو فيها حاجه حلوه. بلدنا فيها حاجات حلوه كتير، بس احنا اللي بتعيد من بعض. بسبب ايه؟ الاستاذ عم عشم ده هو ده اللي مودي الدنيا ده. استاذ محمد معتز، تحياتي ليك. والله العظيم الفيديو ده عامله مخصوص اقسم بالله علشانك انت. الدنيا فيها حاجات حلوه كتير، فيها ابتسامه ابنك، فيها ابتسامه مراتك، فيها ابتسامه بنتك، فيها ابتسامه اختك، فيها ابتسامه امك، فيها حاجات كتيره جدا. ماشي؟ دور على الحلو فين وحافظ عليه، لكن ما تفكرش كتير في الهبل اللي الناس دلوقتي بتعمله، لانك لو فكرت في اللي الناس بتعمله انت اكتر واحد هتزعل نفسك. ماشي؟ رمضان كريم. وانا عايز اقول لك حاجه انت هتستغربوا طبعا، كلكم هتستغربوا. استاذ احمد عامل فيديو اصلا ملوش علاقه بمجاله. انا اصلا قناتي اصلا هي قناه عائليه، يعني حتى الشغل اللي انا بنزله دوت ما هو من ضمن يوميات اللي بتحصل. ماشي؟ لان قناتي اسمها ايه؟ يوميات عماد ودلال. فكل اللي انا بعمله ده كلها يوميات. نصيحه للشخص المعاق زيي، دي من ضمن يومياتي. حاجه مثلا عملتها في بيتي مثلا كويسه، حاجه جبتها ايا كان مكان، دي برضو من ضمن يومياتي. الحاجه التانيه عشان تكونوا عارفين، انا بعمل الفيديو بتاعي ده والله العظيم كلها من غير مونتاج. ما بعملش اي مونتاج في اي حته. ماشي؟ استاذ محمد معتز قول ورايا، فيها حاجه حلوه. اوكي؟ رمضان كريم عليكم جميعا. واوصيكم بحاجه مهمه جدا والله العظيم، حاجه فعلا بتوسع الرزق، الا وهي صله الرحم. بس السلام عليكم.
اصلي